طبعا أنا الآن موجود مع السيد أديب في هالمحل اللي تشوفوه كله انتيكات سورية عربية جميلة جدا، طبعا لها قيمتها بهذا الثمن صح؟ صحيح. بس الدمشقية قيمتها فيها دمشقية. الصناعة اليدوية. اعطيني فكرة عنها. هي الصناعة الدمشقية صناعة يدوية تتألف من الخشب الجوز الطبيعي والصدف الحر. خشب الجوز؟ الخشب الجوز والصدف الحر مع الخيط الفضة مع عظم الجمل مع الحرير الطبيعي البروكار الدمشقي التراثي. حلو. يعني وهي كلها تقاليد دمشقية تراثية. يعني هي تقريبا عمرها الأشياء التراث تبعنا بدمشق من 425 سنة. 425 سنة هذا التراث. هذا من أيام العثمانيين أول ما دخلوا البلاد العربية. هاي الصناعة الدمشقية مشهورة وأخذوها العثمانيين لعندهم على بلادهم، هن الأتراك. ومعروفة الصناعة الدمشقية من الأزل. من الأزل صحيح. بس هذا تصنيعه حديث هذا؟ لا هذا قديم، هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث، هذا القديم. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا بيجي صدف ملون. الصدف الساده اللي بيجي هيك لون واحد مع الخيط الفضه هذا اسمه التعشيق العربي. تعشيق عربي. ايوه. بينما هذا اسمه النباتي. الدمشقي النباتي. ملون نباتي. النباتي. ايوه. هذا الطبيعي الدمشقي القديم. التراثي. التراثي. وبيجي منه هالمرايه مع القنصل. اللي ورانا. اللي وراك ومعه الخزانه. في عندك خزانه قديمه الدمشقيه معروفه اللي هناك هذه. هي اللي هنيك قديمه هذيك. قديمه كم جدا. سعرها تقريبا؟ هي بتنباع على الهواء القيمه تبعها التاريخيه تقريبا يعني تقريبا بال 120,000. 120,000 ان شاء الله. على كذا الكرسي هذا كم؟ هذا الطقم هذا طقم كامل هذا 55,000. 55,000 مع 3 طاولات. حلو. بس لا تنسى انه عمره بحدود ال 90 سنه. هذا 90 سنه هذا عمره ما شاء الله. بس قطعه تاريخيه وحلوه وجميله جدا. حتى بالمسلسلات الدمشقيه ما بيحطوا الا التراثي. ما زالت تستخدم هناك يعني في لا زال يستخدموها بالبيوت بالبيوت الدمشقيه حتى بيوت الحلبيه. الحديثه؟ الحديثه ولا القديمه بيستخدموها لانه هذا تراث. تراث جميل. والتراث بيعملوا له ركن خاص بالبيوت الدمشقيه خاص فيهم. الجديد منها تصنيعه يدوي كمان؟ كله يدوي. ما عندنا شيء اسمه ماكينات بالصناعه الدمشقيه. كله يدوي. كله يدوي. مشتهره منطقه في الشام مثلا عليها؟ هي دمشق. هي دمشق فقط هي مشتهره. دمشق المشهوره فيه بصناعه البروكار الدمشقي مع الخشبيه الصدف الدمشقي. ما شاء الله. مشهورين مع نحاسيات الدمشقيه. والاشياء الثانيه اللي نشوفها هلا هذا الكلوب هذا صناعه دمشقيه صناعه يدويه خزف دمشقي. خزف دمشقي. هذا الخزف الدمشقي معروف. ايوه. مع هذا الايشاني الدمشقي. هذا سوق كان من زمان اسمه سوق الايشاني. سوق الايشاني. سوق الايشاني باخر سوق الحمديه في سوق اسمه سوق الايشاني يصنعوا فيه هذا. يصنعوا فيه بس هلا طبعا اختلفت صار سوق عرايس. فاختلف تغيرت المصلحه بقى هذا صار تراثي. ايوه. ما عاد يصنعوا الان؟ لا عم يصنعوا بس شيء بسيط. بس الشياب الكبار بس اهل المصلحه القدماء يستخدموه لشو؟ هذا بس عباره كان اول شيء يستخدموه للمياه للالبان. هيك يحطوا فيه البان في منه يسموه الام تبع الماء الزهر. حلو. او الماء الورد. يستعملوه لما بيجوا على مجالس الضيافه بيرشوا ماء الورد وماء الزهر. جميل. والان لسه نفس الشيء. ونفس الشيء هلا عباره عنه تراث صفي وذكريات. ديكور البيت كذا تحفه. تجميل. يعطيك العافيه. حياك الله. شرفت. يا اهلا وسهلا. انت جودي فصليني وصفة بالعاشق او تظني ان تبيني بظلال الياسمين. انت جودي فصليني وصفة بالعاشق او تظني ان تبيني بظلال الياسمين. تجودي فصليني وصفة بالعاشق او تظني فانتبيني بظلال الياسمين. بظلال الياسمين. بظلال الياسمين. بظلال الياسمين.
الحب سقنيها هم قلبي ونسيني عيشة الحب فيها يدول لا ما فينا لا 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 يدول لا ما فينا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. الحمد لله زين. اسمي كريم. بسام. بسام ما شاء الله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. بسام شايفك ما شاء الله شغال على الجهاز هذا. ايه على النور اليدوي هذا. النور اليدوي. ايه. ما شاء الله. اعطيني فكره عن النور اليدوي. هلا هذا النور اليدوي مكلف اني طلب قطع سداج يدوي مشهور في صناعه حلب من 1400 سنه. حلب. ايه. من 1400 سنه. ايه. لا نحن وراثه ابا عن جد، وراثه. وراثه ما شاء الله. انا حضرتك من حلب. ايه من حلب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يخليك. الله طيب ايه انت قلت لي انه وراثه وانه ايه. قديم. طب ما شاء الله شايفك بتنقش بطريقه معينه، اعطيني فكره عن الشغله اللي هلا تسويها. الطريقه كل وحده لها شيء. هلا هون القطعه حسب بتتخيل الرسم انت بمخيلتك بتطالع القطعه، انا ما في شيء قدامك. اذا اعطيتك رسمه تسويها. ايه سويها، ايه تطلع. ما في كيف شيء تربط الالوان فيها؟ حسب انت مو عندك الخبره بتلعب دور كمان. اها. طيب لها خيوط معينه تستخدمها؟ في قطن، في حرير، حسب ما يطلق، قطن، حرير، وصوف. السجاد هذا كم ياخذ وقت؟ هلا مثل هي حسب، في قطعه بتخلص معك ب4 ساعات، في قطعه بيومين، في قطعه في بتطول 45 نهار حسب الشغل الرسمات. ما شاء الله. يعني هذه هلا مثل هي بتخلص ب4 ساعات. 4 ساعات كلها؟ ايه كلها ايه. يعني هي بتتالف، مو مشاهد بتنشر على النص بتطلع. هلا مثل هي 3 تاكلها شيء 3 ايام. 3 ايام. ايه. كبيره كبيره، الزغرفه فيها اكثر من نقوش. اها. طيب هذه فيها زخرفه؟ لا ما فيها مثل هي هون زخرفه يعني عريض. عريض الزخرفه. ايوه هذه خفيفه. عيب السيز وماشي عريض. اها جميل. كيف سعرها؟ هذه كم وهذه كم؟ هلا مثل هي 40 درهم، هذيك 300 درهم. ايه. مثل هي 25 500 25 25 25 درهم حسب على القطعه ما تاكل وقت. ايوه. كل ما كان فيها رسومات بتغلى اكثر. حلو. شايف عندك هلا هي ربابه اصليه. ربابة. كمان ربابه اصليه. هي ربابه اصليه، هذا جلد. هذا جلد. ها؟ ده جلد هذا. مين يعزف عليها انت؟ ولا تبيعوها؟ هي نحن حاطينها ديكور، هي اصليه وتتباع هي. انا شايف هناك كثير للبيع. في موديلات ثانيه للبيع يعني في ما عم يحطوا لنا الديكور، بس هي الاصليه هي الدق. سمعني كذا مقطوعه من عزفك. كيف تصنعوها؟ هذا جلد، هذا خشب زين. خشب ايش؟ خشب زين هذا. هلا هذولك لا، هذول خشب عادي. هذا خشب زين اجباري، يعني تيجي الربابه صوتها غير يختلف. أيوة. ونوعيه الجلد يعني جيد جدا، مو اني جلد عادي. في منه على بلاستيك، هذا جلد. في منطقه بسوريا مشهوره بالعزف على الربابه؟ هلا في الشام وحلب والباديه. الشام وحلب والباديه. اكثر شيء الباديه. الباديه اكثر شيء. وبيصنعوها هناك عندهم بالباديه. يعني التصنيع اكثر شيء بحلب والشام. يعني هذه كم سعرها؟ هلا مثل هي 300 درهم. 300 درهم. في نفس قدها ب 120، بس هذيك مو الاصلي. ايوه. جميل. تسلم، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، شرفت. اشكرك، الله يخليك. هلا حبيبي. الله يعطيك العافيه. والله شيء جميل يعني. شرفت. الربابه هذه اللي تسمعوها اللي سمعناها يعني. كمان النور والاشياء والحرف اللي موجوده، اشياء كثيره في السوق هنا. ان شاء الله يعني محتاجين وقت اكبر انه نشوفها، لكن اعتقد ان وقتنا اوصل على الانتهاء. انا قاعد اسمع صوت لفرقه الدبكه، طبعا الدبكه اللي هي الرقصه الشعبيه السوريه. خلونا نروح نشوفهم ومن هناك نختم حلقتنا مع بعض. حيوا سوريا بلدنا، حيوا سوريا، حيوا هالارض ربتنا، حيوا سوريا، حيوا سوريا بلدنا، حيوا سوريا، حيوا هالارض ربتنا، حيوا سوريا، حيوا سوريا وابطال، حيوا جيش، حيوا رجالا، سوريا وابطال، حيوا جيشا، الدم بيرخص كرمالا، والله سوريا الدم بيرخص كرمالا، هيدي سوريا.
أجد على المسرح الموجود في الجناح السوري، وهذه الفرقة السورية اللي موجودة هنا تقدم عروض جميلة جدا. مثل ذكرتكم نروح لعندهم الآن، هم استعدوا قاعدين يلبسوا يستعدوا العرض اللي بيسووه الحين. بس معايا مدير الفرقة يعطيك العافية. يا اهلا وسهلا فيك. ما تعرفنا على اسمك؟ اسمي ماهر حمامي. ماهر يعطيك العافية. يا هلا بك. ماهر اعطيني فكرة عن فرقتكم والاستعراضات اللي تقدموها. هي الحقيقه الفرقه تاسست 1990، مجموعه من الشباب كلياتهم كانوا اول شيء هو، بعدين خلال دراسه فن الرقص تحولوا لموهوبين وصار دراسه اكاديميه. نحن بنختص يعني بنقدم التراث السوري واللوحات الفلكلوريه السوريه، بالاضافه لتطوير الحركه مشان ما تضل مثل ما كانت سابقا، يعني هي اللي كانت تساوى بالاعراس والحفلات، لانه صار في نحن بعصر السرعه، فمع عصر السرعه لازم الواحد يواكب العصر، فصرنا نقدم بتابلوهات الرقص قريبه شوي للحركه السريعه اكثر ما كانت بالاول عليه. حلو. طيب لها مسميات معينه الرقصات اللي تقدموها؟ اي طبعا في هلا لوحات اساسيه هي مشهوره فيها سوريا، مثلا مثل اللي كانت تصير لوحه السيف والترس، هي كانت تصير بالاستقبالات وباستقبال الحاج. في عندنا الروحه الاندلسيه اللي هو رقص السماح. في عندنا رقصة ستي هي كمان معروفة، والأغاني هي الدمشقية القديمة، ياسمين الشام واسم الله اسم الله يا زينب. هي اللوحات كلياتها بتقدم كانت ضمن جو محدد وطقوس خاصة فيها، فنحن نقلناها للمسرح بلوحات فنية استعراضية جديدة. حلو. طيب في لوحات اللي تقدموها مثلا هي تقدم مخصصة لأعراس أو مخصصة لأعياد أو مخصصة لمناسبة معينة، موسم معين؟ ايه طبعا. هلا هو في الوصف تبع الأعراس اللي هو الأعراض الشامية مشهورة فيها، هي بتقدم فيها لوحة السيف والترس والحقام. في لوحات اللي بتقدم ضمن جمعية النساء اللي هي اسم الله اسم الله وياسمين الشام وستي وهدول اللوحات. وفي شغلات خاصة حتى في لوحة الميلوية كمان سوريا بتقدمها، هاي الطقوس الدينية يعني. حلو. طيب بالنسبة للملابس، شايف كل واحد لابس لبس مختلف الآن. هلا هو نحن كمان بناخذ اشتقاق من الألبسة، يعني حلو. مثلا هذا اللبس اللي لابسينه الشباب هلا عم يرقصوا فيه، هلا هو التطريز الدمشقي معروف، فنحن بنغير بس اللون، بينما هو إذا نرجع لأصله فبيكون كله زي واحد، يعني اللي كان هو الإنباز الطربوش، فنحن مثل ما قلت لك بما إنه عم نطور الرقص فصرنا لازم نطور حتى اللبس معه. شايف لبسك أنت طويل شوي. هذا اللبس الأندلسي. أيوه. اللبس الأندلسي كان يلبسوه بالأول، بيتقدم مع رقص السماح، أنا هلا لابسه مشان شارك معك باللقاء. يعطيك العافية. الله إذا يخليك. الحين مشاهدينا بنتوقف معهم وبنشوف لوحة فنية جميلة من الجماعة هنا، رقصة فنية. يعني أنا أقدر أقول لكم أنا بختم الحلقة، لكن أول نشوف وبعدين بختم الحلقة. خليكم معنا نتابع. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيها. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيها. سوريا يا أرض العز ما بترجع إلا لله، ما بتنضم وما بتنهز، منصورة بإذن الله. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيها. هنا يا شعب تهنا بمحبة وطننا، انجيلي عن القرآن طائفي معنا. هنا يا شعب تهنا بمحبة وطننا، انجيلي عن القرآن طائفي معنا. سوريا يا بيت الكل بالدنيا فتحت بابا، إلا الخاين والمحتل ممنوع يدوس عتابه. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيها.
مسهم صباح الخير يا سوريا صباح الخير يا أرض الخير شمسك مية حيوا سوريا بلدنا حيوا سوريا حيوا هالأرض ربتنا حيوا سوريا حيوا سوريا بلدنا حيوا سوريا حيوا هالأرض ربتنا حيوا سوريا حيوا سوريا وأبطال حيوا جيش حيوا رجالة سوريا وأبطال حيوا جيش الدم بيرخص كرمالها والله سوريا الدم بيرخص كرمالها هيدي سوريا تسجيلات وناسة يا جيش الهز خطواته أنحاء الأرض هالأرض بتحلف وحياته بطول وعرض يا جيش الهز خطواته أنحاء الأرض هالأرض بتحلف وحياته بطول وعرض حيوا سوريا وأبطالها حيوا جيش حيوا رجالها سوريا وأبطالها حيوا جيش حيوا رجالها الدم بيرخص كرمالها هيدي سوريا حيوا هالأرض ربتنا حيوا سوريا شامي وحلبي وحمصي للساحل واللدقية عتبك الشسراوية عشت وعاشت سوريا صعبوا ايديكم بالعالي العالي وشعب واهالية اسمع على قلبي غالي وروحي وعمري بفدية سوريا اسمع بعشق قلبك سوريا أنفعوا إيديكم بالعالي العالي وشعب وأهالية اسمع على قلبي غالي وروحي وعمري بفدية سوريا اسمع بعشق قلبك سوريا وارفعوا إيديكم بالعالي حيوا شعب وأهالية اسمع على قلبي غالي روحي وعمري بفدية سوريا اسمع علي بعشق أرضك سوريا بعد ما تابعنا هذا العرض الجميل مشاهدينا اقدر اقول لكم انه خلصت حلقتنا لاني وعدتكم قبل ما نجي على العرض انه بنختم حلقتنا عند العرض وعند الفرقه اللي حتقدم لنا الوان جميله. اتمنى انكم تكونوا استمتعتم معنا مشاهدينا. نلتقيكم باذن الله تعالى في حلقه قادمه. الى ذلك الحين لكم مني وفريق العمل اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.